اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم أحلى وأجمل متابعين؟ النهاردة بإذن الله كده الفيديو بتاعنا كله كده مشتريات وحاجات حلوة بإذن الله. استنوا بس معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفادوا، والفيديو جميل جدا. بس حصل كام حاجة كده هقول لكم عليهم واحنا كده ماشيين مع بعض. هنبدأ ايه؟ أنا لسه جاية حالا اهو من بره، كنت بره كده في مشوار وانا جاية جبت معايا الليمون والجوافة والخيار. طبعا مش عارفه اقول لكم الاسعار، يعني حاجه كده والله يشمئز منها القلوب. الله المستعان. انا كده خلاص دخلت كده غيرت هدومي وغسلت الليمون والفلفل زي ما انتم شايفينه كده. ليمون ما شاء الله هو ده اللي موجود في السوق يا جماعه، يعني لسه بقى ان شاء الله على شهر 9 هتطلع بقى الزيتون والليمون الاصفر وكل انواع المخللات اللي قلبك يحبها. قلنا بقى عقبال بقى ما يطلع لنا الجديد، الليمون الجديد، نعمل بقى شويه المخلل الحلوين دول. معايا كده ايه، كيلو ونص من الليمون ونص كيلو من الفلفل. حلو قوي على قد البرطمان اللي عندك او اللي عندي، كله في بيوتنا واحد. كيلو كان معايا عامل 10 جنيه من الليمون، ماشي، والفلفل النص كيلو ب6 جنيه. هجيب بقى الفلفل الحلو ده، هو ده برضو اللي لقيته موجود بصراحة في السوق. هو في مخلل الفلفل التخليل بيبقى أصغر من كده وأحلى من كده، بس هو ده اللي موجود وكان حامي جدا. يعني بصي، أنا بعد ما رصيته كده وغسلته لقيت إيديا كده مولعة نار، فخلي بالك بقى. جيت بقى فتحته زي ما انت شايفة وشلت العرف اللي بيبقى من فوق ده بتاع الفلفل، وبعد كده فتحته بالسكينة وركنته. وهاجي بقى هنا معايا حلة فيها مية سخنة، هنزل بقى بالليمون. ياخد بقى كده مثلا 5 دقايق 7 دقايق 7 دقايق يعني على البوتاجاز، ياخد غلوتين 3 كده لحد ما يفتح معاكي. ده الليمون، ده الليمون السريع. وان شاء الله هنعمل دلوقتي كمان الخيار السريع. واستمري بقى معايا في الفيديو هيعجبك جدا. هجيب بقى الخيار معايا كده كيلو من الخيار، هجيبه اقطعه زي ما انت شايفه كده طرنشات. ولو عندك بقى القطاعه اللي هي المشرشره دي هيبقى حلو جدا. انا قلت بقى ايه، عايزه اعمل كله سريع في سريع النهارده خلاص، وانجز بقى يومي كده. خلاص كده قطعت الخيار هركنه على جنب. هروح بقى كده، كان الليمون بتاعي استوى خلاص. هتعرفي استوى ازاي؟ هتلاقي الليمون فتح معاكي كده خلاص، يبقى الليمون كده جاهز معاكي ان شاء الله اسبوع بالظبط تاكلي منه. خلاص هطلعه بقى يبرد كده، وبعد كده هجيب معايا هنا علبه صغيره كده حلوه، هجيب فيها لتر من الميه المغليه. خلاص ركزي معايا، ومعلقه من الكركم ومعلقه من السكر و3 معالق من الملح ومعلقه كبيره كده من الهريسه على الميه المغليه، وهدوب الملح كويس جدا. خلاص انا كده بدوق الحياء، لقيته مظبوط تمام قوي. هجيب كده معلقه من التوم برضو، وهنزل بقى قطعت كده كم قرن من الفلفل على الخيار، وهنزل بيهم في الميه السخنه واديهم تقليبه. عايزه اقول لك يا سلام على ريحته، والله طعمه في منتهى الجمال. عايزه اقول لك هو ما قعدش، يعني ان شاء الله ساعتين، ساعتين بالظبط او 4 ساعات تاكلي منه باذن الله. ده الخيار السريع اللي بتخلي لي كده وبتبقي ايه، عايزه تقدميه على السفره في اي وقت وبسرعه جدا. خلاص كده خلصنا من الخيار وهنركنه في اي علبه عندك في اي بوله على جنب. وبعد كده هجيب معايا 2 لتر من الميه، كل لتر عليه 4 معالق من الملح، وهدوبهم كويس جدا. خلاص كده تمام تمام. وبعد كده هجيب معلقتين كبار من الهريسه، هريسه الشطه. لو ما عندكيش الهريسه استعملي الشطه العاديه خالص اللي بنجيبها من عند العطار. ما عندكيش استعملي بدلها البابريكا، يعني اي حاجه هتبقى جميله قوي معاكي. وبعد كده هنزل بحوالي كده 3 4 معالق من الخل، وهدوب بقى الميه والكلام الجميل ده كله مع بعض. وهنزل بقى بالليمون كده على الايه، على الفلفل بعد ما رصيت كده الفلفل من تحت، وهحط الليمون. وبعد كده برضو هكمل بقيه البرطمان عندي فلفل، لان بصراحه جوزي بيحب الفلفل جدا. عايزه اقول لكم لما بنزل السوق لازم اجيب معايا كده 2 3 كيلو فلفل، مش عارفه ليه، بس جوزي بيحبه جدا على الاكل، فبضطر اجيبه بصراحه. وبعد كده هعمل بقى بقيه البطرمان معايا فلفل. وبعد كده هنزل بقى بالميه الحلوه الخلطه الجميله دي. عايزه اقول لك دقتها شطشطه وجميله وحلوه ومززه، حاجه تحفه يعني. هنزل بقى واملى كده البرطمان بتاعي، وادي بقى شكل الليمون الاخضر. في ناس كتير قوي ما بتحبوش علشان قشرته تخينه، بس عايزه اقول لك ريحته جميله. يعني تيجي تفتحي كده البرطمان ريحته حلوه جدا. اسبوع ان شاء الله تاكلي منه لو اتسلق الاخضر ده. لكن الخيار هم 3 4 ساعات بالكتير وتاكلي منه. بصوا بقى انا سبته كده حوالي ساعتين، قلت اديله تقليبه واغطي عليه تاني. عايزه اقول لك الفلفل كان طعمه حلو جدا، والخيار كان روعه. عارفين لو ما خلص انا كنت وريته لكم. هنبدا بقى مع بعض بقى ايه تاني يوم. تاني يوم على طول، ما يعني بعد يومين كده ما خللنا الفلفل وخللنا الخيار
خلاص كده هدخل معاكم على فيديو تاني جديد خالص. انا برضو كنت جايه من بره خلاص، وجبت بقى معايا المشتريات اللي انتوا شايفينها دي، اللهم بارك كده. عايزه اقول لكم يعني جوزي اتصل بيا فجاه وقال لي انا معزوم، يعني انا مسافر وهتغدى انا واصحابي مع بعض، فعايز بقى تعملي لنا غدا حلو. قلت له خلاص ماشي. بالتليفون نزلت جبت كل اللي انتوا شايفينه ما شاء الله. جبت ايه؟ 5 كيلو من البتنجان، كيلو ونص من الكوسه، كيلو فلفل، وجبت بقى معايا كده علبه سمنه، وجبت طماطم، وجبت مسحوق. ما كانش عندي مسحوق بصراحه ماشي، بس ده مش من ضمن يعني اللي انا هعمله يعني. وكمان جبت كمان الحاجه الساقعه بما ان جوزي هيتغدى معانا وكمان هياخد الغدا ليه هو واصحابه. فكده انا بعد ما دخلت بقى المطبخ وكده قلت لا ده الجو في المطبخ حر جدا. خرجت في الصاله وهقعد بقى ايه، اقور بقى البتنجان بتاعي واشوف الخضره بتاعتي واظبطها، والملوخيه كده وايه واقطفها. بصوا بقى جمال البتنجان، يا سلام هينطق. عايزه اقول لكم كان زي العسل. انا لسه واكله من شويه متغديين محشي، اتفضلوا معانا. عايزه اقول لكم كان في منتهى الجمال. هنسمي الله بقى. وحصل معايا حاجه بعد ما قورت البتنجان بقى بره زي ما انتم شفتوا كده، فالنور قطع. النور قطع يا جماعه من 3 بالليل لحد تاني يوم الساعه 10. متخيلين بقى كل الوقت ده كله وانا عطلانه بسبب النور. فهنسمي الله برضو. وصورنا على فكره في الضلمه، يعني احنا كده صورنا على الكشافات. جبت هنا معايا نص كيلو من البصل ضربته في الكبه، وبعد كده نزلت بقى بالكزبره، نزلت بمعلقتين كبار من الهريسه، نزلت بقى بالفلفل الاسمر، ودبلت البصله، وكمان حطيت معلقه كبيره من الثوم. وهقلب كل الكلام الجميل ده كده مع بعض على النار بس البصله تدبل معايا. نزلت بكيسين من الصلصه، وكمان حطيت تقريبا كمان كيس صلصه تاني، ان انا عايزه المحشي بقى بتاعي بقى يبقى جميل كده وحلو، والصلصه بتاعته تقيله ومتسبكه. خلاص كل ده في الضلمه، والله النور كان قاطع حتى تلاحظوا كده. ابني ماسك كشاف وبنتي ماسكه كشاف بامانه يعني. عايزه اقول لكم بقى النور مع الحر والله المستعان. فالمهم جبت كده بعد ما اتسبكت معايا، نزلت بقى ايه، بعد ما حطيت الصلصه نزلت ب3 كيلو من الطماطم، وبعد كده 2 كيلو ونص من الرز، والخضره كمان حطيت كده نص الخضره في الصلصه، وهحط بقيه الخضره وانا بقلب كده وشغاله معاكم. هنزل ببقيه الخضره بتاعتي واقلب بقى الرز كده شويه. يعني ايه، مش عايزاكي اول ما تحطي الرز تقومي مثلا طافيه البوتاجاز على طول، لا سيبي كده نار هاديه وحلوه وجميله، وسيبي الميه بتاعت الرز يشربها تاني. ما تخافيش مش هيستوي، بس الحكايه انه ما ينزلش ميه. وادي كمان دبابيس الفراخ كانت بتستوي معايا كمان. معلش اعذروني علشان النور كان قاطع. بصوا انا في حاجات كتير من الفيديو شيلتها عشان كمان ما عرفتش اصور بامانه. فجيت بقى بعد ما حشينا خلاص، خلصت الخلطه بتاعت المحشي، حشينا اللهم بارك كده. كان عندي 4 حلل كده حلوين جمال من المحشي، وكمان كان عندنا ورق عنب في الفريزر طلعناه عمل لنا ما شاء الله حله اللهم بارك. وهنزل بقى هسقي المحشي بتاعي من الشوربه، وكمان كنت عملت الملوخيه ايه قلت اوريها لكم. ما عرفتش بقى ايه اكمل بقيه الفيديو للاسف، فاعذروني بقى وادعوا لي. فكده شربت معايا المحشي بتاعي الشوربه، وهعلق دلوقتي على الحلتين دول. وبعد كده بس قلت استنى شويه يمكن النور يجي، عملها معايا وما جاش. طب شويه كمان لا ما جاش. هنشوف بقى مع بعض كده واحنا في الفيديو هنعمل ايه. ولعت على حله ورق العنب وحطيت نص كوبايه من الليمون المعصور على ورق العنب عشان يديكي مزازه وحاجه جميله جدا. برضو ولعت على الاكل ولسه برضو النور ما جاش. قلت طيب خلاص ماشي، بما ان برضو جوزي جاي يتغدى وهياخد اكل معاه لانه مسافر تاني، فكان لازم اجهز له الغداء عشان ياخده وهو مسافر. فقمت بقى ايه عامله كده قالت البانيه زي ما انتم شايفين اهو. ده بانيه والله مش قرص ولا حاجه، بانيه بالسمسم وحبه البركه. ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجايه هوريه لكم واقول لكم طريقته ازاي. طريقته سهله جدا جدا وبسيطه، بس فرق معايا في الطعم كتير جدا. وان شاء الله هقول لكم الطريقه في اقرب فيديو باذن الله. كده المحشي كمان شغال معايا ما شاء الله. اكيد انتم ملاحظين النور عملها معايا خلاص، والحمد لله الحمد لله. خلاص كده النور جه بعد ما المحشي استوى. بس استنوا بس، هو النور كان قاطع عمومي. بعد كده بعد ما النور جه رجع قطع عندي انا عطل من الفازات اللي عندي. فازه منهم سقطت فاضطرينا نبعت صيانه الكهرباء، فخدنا وقت بامانه. يعني النور في اللحظه دي كان جه وهيقطع تاني ما تقلقوش يعني. بس انا قلت بقى الحق كده اجهز معاكم اغرف كده الاطباق اللي جوزي هياخدها معاه الاول
اجهز له الاكل عشان لو ما حصلش نصيبه وما اتغداش معانا يبقى غداه خده والحمد لله. قلت بقى كده اجيب العلب وارص بقى ايه، ورق العنب وارص الكوسه ومحشي البتنجان. والله عايزه اقول لكم كان في منتهى الجمال طعمه انا عايزه اقول لكم انا عماله طول ما انا واقفه كده كل شويه صباع ورق عنب، صباع محشي. الدكتوره لو رحت لها بتاعه الدايت بتاعتي الحمد لله هتمشيني تاني من العياده، تقول لي ما تجيش عندي تاني، انت عماله تضربي محشي 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 وجايه عايزه تخسي. لا مش معقول طبعا. الحمد لله بقى كده عبيت العلب بتاعتي او غرفت المحشي بتاعي كده ورصيته في العلب زي ما انتم شايفين، وهغلفه وهحطه بقى كده على جنب لحد بقى ما انا جايه معاكم كده في الفيديو هنشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. عايزه اقول لكم ورق العنب الليمون بيخليه مزز جدا وجميل جدا. عايزه اقول لكم طعمه جميل جميل جميل. وكده انا غلفت الاكل وبقول لكم استنوا بقى ايه، كنت هختم معاكم الفيديو بس لا افتكرت ان احنا كمان لسه هنسوي بقيه الاكل وهنتغدى مع بعض ان شاء الله. بصوا ادي النور قطع تاني، انا قلت لكم اهو يعني بصوا الفيديو ده كده فيه حاجات كده غريبه. بعد ما كان خلاص النور كان شغال كده النور قطع تاني وغرفنا الاكل خلاص وحطينا الدبابيس وصبينا الحاجه الساقعه وقلنا ان شاء الله. وادي الليمون اللي احنا كنا مصورينه مع بعض كان هما 3 ايام وطلعنا منه كان جميل جدا. وادي الحاجه الساقعه وكمان الملوخيه. واتفضلوا معانا بالف هنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا عارفه موضوع النور ده بينكد على ناس كتير بس خلاص بقى الحمد لله لازم نكون اتعودنا. اشوفكم في فيديو جديد وتفضلوا اتغدوا معانا والسلام عليكم ورحمه الله. اسيبكم في رعايه الله وحفظه.